محمد أمين في كتاب ليطمئن قلبي كان بيحكي لنا موقف حصل معاه في الكلية. أيام الكلية كانت أجمل أيام حياتي. واحد زميلي اسمه أحمد محمد كان معجب بواحدة في الكلية كانت أصغر منه بسنتين. طبعا يعني جسمك يتلبش وتقول يا أرض انشقي وبلعيني. قراراتك كلها مخطوفة ونسبة الغباء عندك تتعدى نسبة غباء أي بني آدم تاني، وتضحك ضحكة هطل وتهرش في دماغك وترتب. تقولش شايف عفريت؟ أحمد لما بيشوفها فعلا بيحصل له أكتر من كده، لأنه ابن راجل محترم حكى أبوه قال له روح كلمها واسألها عن عنوان بيتها، ولو قالت لك تبقى موافقة ونروح نخطبها وما نكسفش نفسنا. وبعد زق من صحابه فعلا راح كلمها وقال لها لو سمحت أنا عايز عنوانك واسمك. ما ردتش عليه ولا عبرته، بالعربي كده نفضت له، ما كبرش دماغه وقال خلاص. قال لأبوه وقال له امشي وراها واعرف عنوانها. ممكن يعرف عنوانها من صاحبتها مثلا، بس الست ما بتحبش الراجل الجبان خصوصا في الحب، لأن الحب للأقوياء بس. فعلا مشي وراها. تاني يوم أخد أبوه وراح تقدم لها، وبعد يومين الأنسة ردت بالموافقة. عرف مع الوقت إنها أصلا كانت معجبة بيه وحباه. محمد كان فرحه من كام شهر على بنت جازف واجتهد في دراسته، نجح في دراسته علشان خاطر يطولها وتبقى حلاله. فعلا الحب للأقوياء فقط. سلام.